بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت نازل أحلق. هسيب الطاقية ولا الكبدة هنا عشان شعري شكله مش عاطفي، ولكن هاخد اعتبار برضو الشباب اللي قالت لي بطل تتحرك عشان زولتنا وكده، اوكي هبطل اتحرك كتير. ده ان شاء الله بلاي ليست او تراش نوت كراش بات تراش كورس هنبداه كده الفتره اللي جايه. هو مش ريكونيسنس بس اوتوميشن، اوكي، بس في الاخر يعني هنمنشن برضو ايه، بما انه اوتوميشن وهنأوتوميت شويه بروسيسز وكده، فهنضطر نمنشن كام تول في الاخر وازاي بنعمل فول سكريبتس بيها يعني وكده. طيب الكورس ده هيكون فيه ايه بالظبط؟ هو مش كورس، يعني تقدر تعتبره ريفيجن او ريسكوبينج للبروجرامينج اكسبيرينس بتاعتك جوه السايبر سكيورتي شويه، او يعني ايه، اعاده توظيف شويه النولج اللي عندك انك تكتب بيها بقى سكريبتات اوتوميت حاجات اكسبلويتيشنز وتولز ازاي اتعملت وكده جوه السايبر سكيورتي فيلد، سواء بقى انت هتستخدمه في الباج باونتي او في البنتريشن تيستنج في الشركه اللي انت شغال فيها، او ايا يكن اي حاجه فريلانس زي ما تحب. وعشان يكون الكلام ادق شويتين خلينا نوضح الفرق بين الاوتوميشن والريكونيسنس. Very good. خلينا نوضح الفرق بين الاوتوميشن والريكونيسنس. طيب الاوتوميشن هو انت تخلي الاكواد اوتوميت لك بروسيس معينه. الريكونيسنس هو انك تجمع اكبر قدر من المعلومات عن الابلكيشن بتاعك، زي السب دومينز، انك بقى تبدا تعمل فازنج عليها، تشوف الاس امز، تجمع اي بيز من شوزان، تجيب الكراود يو ار الز، كل الحاجات دي كلها. ده يعتبر الريكونيسنس عن التارجت بتاعك. تشوف الابلكيشنز اللي تحت الاورجنايزيشن، تعمل الحاجات دي كلها. ده الريكونيسنس على عكس الاوتوميشن. الاوتوميشن زي ما قلنا ان هو بنخلي بروسيس معينه او اكتر من سكريبت، اكتر من تول، دي تباصي الاوتبوت لدي ودي تانلايز الاوتبوت ده، تاخد منه اجزاء معينه ومش عارف ايه. ده الاوتوميشن، ان احنا بنأوتوميت حاجه معينه. طيب هتقولي عايزين requirements للموضوع ده او للتراش كورس ده. انا حلو موضوع التراش كورس ده والله جامد فشخ. هقول لك انت بس المفروض يكون عندك يعني خبره عمليه الى حد ما باي بروجرامينج لانجويج، حتى لو بي اتش بي، بايثون، جو، باش. كتبت كود بايدك بشكل ما، كتبت في لغه مثلا، فالموضوع بالنسبه لي يعني انت مثلا لو كتبت جو جينا نكتب، او كتبت بايثون وجينا نكتب جو، فتلاقي الموضوع كله مجرد اختلاف سينتاكس بين اللغه دي واللغه دي، انما الكونسبتس نفسها هي موجوده عندك، انما بتتكتب ازاي او بتتعمل ازاي هنا بقى البوينت اللي انا كواحد بيفهم في اللغتين او عارف سينتاكس الاتنين هكتبها. انما انت مش لازم. انا يعني حتى الابيسودز وهي متقسمه، مره هستخدم بايثون في ابيسود ومره جو، مره بايثون ومره جو، لو ممكن في مره استخدم باش اعمل سكريبتس، مره بايثون مره جو، وهكذا. مش مطلوب منك لغه معينه، ولكن الاتنين دول او يمكن راست كمان اكتر اللغات اللي بيتكتب بيها اكسبلويتيشنز او تولز، فدول اللي انا بفوكس عليهم يعني. او حتى انا شخصيا لما بكتب تول او بعمل حاجه اكتبها بجو على طول، او بخلي الاي اي يكتبها بجو. دي تفضيلات شخصيه، وجو اسرع من بايثون اكيد، عشان كده الحتت دي مش اكتر. طيب خلينا نشير، يعني مش هنشير الابيسودز كلها والاجنده كلها، بس خلينا نشير التوبكس اللي هنغطيها جوه الكورس. كل توبك هيبقى فيه من 4 ل5 حلقات مثلا، يعني متوسط الحلقة 10 15 20 حسب ما تطلع. معرفش انا هقدر اكفي الموضوع ده في قد ايه لان انا لسه ما بدأتش تصوير. ولكن اول بوينت السمبليفاينج ابيسودز، او هنبسط التولز وازاي اتعملت، او الفكرة من ورا التولز ايه وليه عملوها، وهنبدأها ستيب باي ستيب. اللي هو بداية مثلا تول زي فاف، بداية من اننا نعمل ريكوست، لا طب احنا عاوزين نبعت اكتر من ريكوست، طب الباثز دي هناخدها من وورد ليست تكست فايل بره، طب هنعمل لوب، طب خلاص عملنا اللوب بتاعنا، طب عايزين نحط بقى مالتي ثريدنج او حاجه، وهكذا ستيب باي ستيب هنسمبليفاي التولز دي. تاني حاجه في الاجنده هنكرافت شويه بيزك تولز، يعني مثلا تولز اللي هي بت جيت السيكريت كي الويك بتاع الجي دبليو تي، الجيسون والتوكن مثلا. ممكن نعمل فف على الضيق كده، او اتش تي بي اكس على الضيق. انا كرافت كام تول، حاجات 403 باي باس، ازاي نكتب التولز دي، او التولز دي مكتوبه ازاي، ايه الفكره وراها اصلا. وتالت جزء في الاجنده هو اننا نابيوز او نكسبلويت. يعني مثلا هنعمل سكريبت يكسبلويت البلايند سيكوال انجكشن مثلا. لو معانا ايدور مثلا بتطلع بي اي اي، ازاي نابيوز
او نكسبلويت الايدور دي باننا نجمع اكبر عدد ممكن من البي اي ايز. نفس الموضوع ازاي مثلا لو معانا يوزر نيم انيميريشن في موقع، ازاي نجيب يوزر نيمز موجوده فعليا ابيوز الفولنربيلتي دي ونستخدمها فعلا. كل ده طبعا فور educational content. يعني رابع حاجه كنت بعملها زمان، كنت بحبها جدا بس يعني بطلت استخدمها لما بدأت اتعامل بالريكوستات اكتر، الا وهي الويب درايفنج. بس كان ليها اوقاتها في الاوتوميشن. الحاجات زمان يعني ما كنتش بقدر انالايز الجافا سكريبت في الران تايم تول والحاجات دي كلها. فمثلا لو باسورد كان بيحصل له مثلا انكريبشن او انكودنج ايا يكن اي حاجه، فما كنتش بقدر اديتكت الحاجه دي. اوقات كنت بستخدمها زمان عشان اوتوميت بيها شويه كاباتش او سي اس ار اف باي باسز، فكانت ليها برضو استخداماتها الى حد ما، فهنمنشنها ان شاء الله في هذا التراش كورس. واخر حاجه هي اي فهخليها مفاجاه لاني مش حابب احرقها، بس ملخصا يعني هخلي الاي يندمنا على ال20 ولا 25 حلقة اللي هنشرحهم دول. يعني كل اللي احنا اتعلمناه ده في الاخر الاي اي اثبت لك انه يقدر يعمله في دقيقتين 3. كل اللي انت اتعلمته حتى لو انت مش فاهم انت عايز تعمل ايه او مش عارف هو بيتعمل ازاي، بس برضو نرجع ونقول ان انت لازم على الاقل يبقى عندك النولج ازاي الحاجة بتتعمل، بعدين استخدم الاي اي. انما ما تبقاش حمار وتروح تخليه يعمل لك شغلك. طيب التايم لاين بقى يعني هيبقى ازاي في الموضوع بتاع التنزيل؟ انا ممكن ننزل مثلا سبت واثنين حلقتين من الكورس اسبوعيا، والخميس الحلقة اللي هي بتنزل اسبوعيا. اوكي، فيبقى عندك كده الفترة اللي جاية سبت اتنين خميس اسبوعيا بينزل ابيسود، سبت واثنين للتراش كورس، والخميس اللي هي الحلقة بتاعتنا اللي هي غالبا بتكون اسبوعيا حلقة تكنيكال او حلقة تخص التك، وحلقة بندردش فيها واحدة 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 واحدة، خميس وخميس خميس وخميس. واخيرا ليس اخيرا نقطة حابب يعني اذكرها، بلاش تابيوز الحاجات دي. في الاول وفي الاخر الداتا اللي بتقع تحت ايدك دي داتا ناس حقيقيه. انت مش عارف انت ممكن تضره ازاي او الشخص ده هيتضر ازاي. انت ممكن مثلا من احد الاكتيفيتيز اللي البلاك هاكرز بيعملوها ان هو مثلا يدمبوا الايميل من الداتابيز ويبيعوه للسبامرز والسكامرز او الفون نمبر مثلا من موقع في الامارات او السعوديه، ويخلوا البنجلاديش او الهنود سبام كول عليهم بانه يدخل الابلكيشنز بتاعتهم زي ابشر والحاجات دي كلها حاجات اكتيفيتيز بلاك هات اكتيفيتيز يعني ممكن تحصل. فاحنا بنتعلم ازاي نوتوميت some processes for good purposes. وبالنسبه للجزء اللي في الكورس بتاع الاكسبلويتيشن فبليز محدش يابيوزه. it's all for educational content في السايبر سكيورتي ستودنتس عموما او السايبر سكيورتي فولكس. فان شاء الله الكورس يعجبكم، وفترة اللي جاية هيبقى في زي ما قلنا 3 فيديوهات في الأسبوع، فاستحملونا بقى لو جيت في أسبوع كده خستعت ولا حاجة، لأن الموضوع بيبقى مرهق عليا شويتين. وبس أشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.